السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا في فيديو جديد إن شاء الله. النهاردة هتكلم عن مباراة ريال مدريد الأسباني وأتلتيكو مدريد الأسباني في الأسبوع 23 للدوري الأسباني. مباراة قمة من قمم الدوري الأسباني، ديربي مدينة مدريد. إن شاء الله المباراة تبقى يوم السبت الساعة 7:30 25/2 على قنوات بين سبورت الرياضية. المباراة تبقى جامدة أوي، بالذات لما ريال مدريد لسه كان فايز من حوالي أسبوعين على أتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس الملك 3-1. مدريد في المركز ريال مدريد في المركز الثاني 51 نقطة، 46 هدف وعليه 17 هدف، جاي من فوز أخير على أوساسونا. أتلتيكو بالواو جاي من فوز أخير على بلباو برضه في المركز الرابع 41 نقطة، 32 هدف، 17 هدف. مباراة سعرية ما بين الاتنين طول عمر. ديربي مدريد مختلف، ما نقدرش نقول ريال هيكسب أو أتلتيكو مدريد هيكسب حتى لو كانت على استاد ريال مدريد. مباراة جامدة نتمناها كده، نشاهد حاجة حلوة كده زي اللي شفناها في كأس أسبانيا. وده بكل ما لدينا في الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.